كان بيعدم الناس بإيده والعالم بيغني باسمه. ده مش فيلم، ده تشي جيفارا، بس من زاوية عمرك ما شفتها. هات خربوش الشاي الجميل بتاعك وتعال نشوف ازاي صورة واحدة على تيشيرت خبت وراها مئات الجثث وإعدامات وثورة اتلطخت بالدم. تشي جيفارا رمز الثورة، ملهم الشباب ومحبوب اليسار العالمي. بس هل اللي بنشوفه هو الحقيقة كلها؟ بعد نجاح الثورة الكوبية سنة 1959 تشي مسك منصب قائد سجن لاكابانا في هافانا. من هنا بدأت فصول القصة اللي محدش عايز يحكيها. في الشهور الأولى تشي وقع على إعدامات لأكتر من 100 شخص، منهم ناس ما أخدوش حتى محاكمة حقيقية. كتب في خطاب شهير: لا نحتاج إلى أدلة لإدانة الأعداء، يكفينا أنهم كانوا ضد الثورة. كان بيقود فرقة إعدام بنفسه أحياناً، وبشهادة بعض الناجين كان بيقف ويتفرج ويقول: دي لحظة انتصار الثورة على الخونة. مش بس القتل، تشي كان ضد الديمقراطية. صرح: الصوت للشعب، لأ، الثورة تكرر مش الصناديق. وفي رحلاته لأفريقيا والكونغو فشل تماماً. قاتل جنب متمردين وساب شعوب تتنزف لحد ما انسحب وقال: الناس هنا مش مستعدة للثورة. طفولته كانت كلها أمراض وفقر، وكان بيشوف الظلم في كل زاوية بأمريكا اللاتينية. شخصيته اتبنت على فكرة إن الحياة حرب، والحرب محتاجة دم. آمن إن العدل مش هيجي من الحوار، هيجي من البندقية. لما اتقبض على تشي في بوليفيا سنة 1967 كان تعبان ضعيف، والناس هناك ما كانوش شايفينه كرمز، كانوا شايفينه غريب بيحرض على الفوضى. بعد ما اتقتل الجيش البوليفي قطع يديه وبعتوهم لكوبا كدليل على موته. لكن المثير إن الحكومة الكوبية عملت له جنازة وطنية ضخمة. موسم تمجيد بدأ وتحولت صورته لرمز علني رغم إنه مات وسط غابة، فاشل منبوذ. الصورة: شاب بلحية، عيون حادة بيرفع قبضته. الحقيقة: رجل أمر بإعدامات بدون محاكمات. الصورة: مناضل فقير. الحقيقة: مسؤول بنكي في كوبا، أمضى شهور بيدير اقتصاد دولة ما عندوش فكرة عن إدارته. الصورة: بطل أممي. الحقيقة: فشله في الكونغو وبوليفيا خلى حتى اليسار يتراجع عنه في لحظة. زميله في الثورة هوبر ماتوس قال: تشي كان مخلص بس كان قاسي بلا رحمة، ما يعرفش يفرق بين العدالة والانتقام. وفي سنة 2005 منظمة العفو الدولية نشرت تقرير عن ممارسات الثورة الكوبية، وكان من ضمنها فترة رئاسة تشي لسجن لاكابانا. الصور اللي بتبهرنا ساعات بتخدعنا، ومش كل اللي رفع راية كان بيدافع عنها فعلا. تشي جيفارا مات وهو بيحاول يصنع ثورة في بلد تاني، لكن يمكن الثورة الحقيقية كانت لازم تبدأ جواه. ويمكن السؤال الحقيقي مش هو بطل ولا جلاد، لكن ليه بنحب نصدق اللي عايزينه حتى لو كان على جثث الناس. اشترك في خربوش شاي، لأن كل أسبوع هنفتح ملف جديد ونقلب صورة محفورة في دماغك. وسيب لي في التعليقات رأيك بصدق، هل التاريخ ظلم تشي ولا احنا اللي بنظلم الحقيقة كل يوم لما بنفكر بنص الصورة؟ وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.